عندي مشهد اني وحارث قاعدين بداعش في اسئله، اقول له ايش راح يصير؟ فواحد جاوبني يقول لي اموت. ففجاه لا اراديا بدون اي تفكير بدون اي سابق انذار اني اللي حسيت روحي الجاد فادر مالتي هو الحارث حيموت. فبكيت. رجع سولف لي على قضيه حسينيه، فخلص المشهد انتبهت القضيه. احنا بنص داعش، احنا بمكان قاعدين بنص داعش ودين نحكي هاي التفاصيل. لهالدرجه واصلين احنا ما نفكر بموت، لهالدرجه واصلين احنا ما نفكر احنا وين رايحين، لهالدرجه واصلين يقولون لنا لا تروحون بعد، لا تروح بعد لهناك راح تموت. حارث يقول لهم لو ما ادري ايش يصير اروح. فهاي مشكله، هاي اكبر المشاكل اللي تصير.